بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب. اتمنى من حضراتكم لايك وشير ونشترك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات. طبعا خبر يعني يسعد بعض الزملكاوية، وهو ان في بنتايج وبزيرة تم صرف جزء بسيط من مستحقاتهم، وهو لا يتخطى 10%، 15%. تمام. ولكن ده حل مؤقت. ده يعتبر حل مؤقت. طب ماذا بعد؟ انت دولت اديتهم جزء من مستحقاتهم عشان خاطر ما يروحوش يفسخوا عقدهم. طب وبقية اللعيبة؟ ما هو انت متنساش ان انت عندك لعيبة تانية، امثال شيكو بنزا واللعيبة المصريين، وفي لعيبة اخرى. تمام. والجهاز الفني، مدرب. تمام. سيف الجزيري. تمام. كان طلع المدرب سلف اللعيبة فلوس، بعض اللاعبين كانوا محتاجين فلوس، وسيف الدين الجزيري برضو سلف بعض اللاعبين عشان خاطر مشاكل السكن والكلام ده. ولكن طب ماذا بعد يا جماعة؟ لحد امتى؟ طيب هتبقى حلول مؤقتة كده؟ اصل دي حلول مؤقتة، مش حلول تقدر ان انت تبني عليها اللي جاي. لا، انت بتحل حل مؤقت لفترة معينة. تمام. فانا مش فاهم مجلس الإدارة بيعمل ايه، دوره بيعمل ايه، او هم موجودين مستنيين ايه؟ مستنيين ان هم بنفسهم يعلنوا افلاس نادي الزمالك، ولا مش فاهم بصراحة. دي حاجة انا مش فاهمها. انتوا منتظرين ايه ومستنيين ايه؟ النادي بيقع، واللعيبة مش لاقية فلوس، ولا لاقية تاخد مرتباتها، ولا انتوا قادرين تسدوا المديونية، الديون اللي انتوا وقعتوا النادي فيها والمجالس السابقة. تمام. طب هل انتوا بتفكروا في حل؟ ولو بتفكروا في حل، الحل ده الحل ده هيجي امتى؟ ولا لحد امتى هتفضلوا مستنيين رجال الاعمال ان هم يساعدوا النادي وكده؟ ما هو انتوا لازم، انتوا دوركم ان انتوا تطلعوا الزمالك من الازمه اللي هي فيها. انتوا دوركم ان انتوا تخرجوا نادي الزمالك من الازمه اللي هو محطوط فيها دلوقتي. ده دوركم كمجلس اداره. لو انتوا مش هتخرجوا نادي الزمالك من اللي هو فيه ده، مين اللي هيخرجه؟ لو مش قادرين اتفضلوا يمشوا. بس ده دي القصة باختصار